السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي يا حبايب قلبي. قبل ما نبدأ اي حاجة كده، النهاردة بقى يا حبايب قلبي نعمل التوست بقى بطريقة سهلة وبسيطة، وربنا يسعدكم يا حبايب قلبي ويكبر خواطركم. ما تنسوش تحطوا له لايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. النهارده بقى اليوم ده هيبقى جميل مع التوست بقى الجميل من ايد ام مصطفى. ربنا يسعدكم يا رب. جربوا الطريقة مش هتندموا ان شاء الله. هنعمل 4 كوبايات الا ربع دقيق يا حبايبي. هنا هنحط بقى ايه؟ كوباية حليب. ممكن تحطي معلقتين لبن بودرة، وهحط ايه 3 معالق سكر، معلقة ممسوحة خميرة، وكيس فانيليا. هنسيب الخميرة دي بقى بعد ما ندوبها، هنغطي عليها بقى ونسيبها لغاية ما تخمر. كده يا حبايب قلبي الخميرة بتاعتنا اهي، سيبناها لغاية ما اترفعت شوية وكده وبقت ايه، خمرت يعني. هنحط لها ايه معلقة خل، نحط بيضة، وهحط ايه شوية ملح، يعني ربع معلقة صغيرة. ندوب بقى هحط هنا دي كوباية دقيق، دي الكوباية التانية عشان ايه وقع مني شوية. حطيت ايه كوباية الا ربع. 3. كده 4 كوبايات الا ربع دقيق. هنعجنهم بقى يا حبايبي عجين جيد جدا. كده بقى نسيب العجينة بتاعتنا تخمر اهي يا حبايب قلبي اهي. كده بس تخمر نص يعني، مش تخمر للاخر، نص خميرة. كده يا حبايب قلبي هنعمل التوست بقى في العلبة بتاعت السمنة ديت. انا دهنتها زبدة برضك، ويعني هي مكانها سمنة يعني، ودي حطيت فيها شوية زبدة ودهنتها. مفيش زبدة عادي، ورشها شوية دقيق. وهنا برضك القالب بتاعنا ده برضك هعمل فيه. عندك علبتين سمنة هما اللي انت عايز تعملي فيه اعملي. وده هيبقى طريقة التوست بتاعتنا النهاردة، وطريقة سهلة وبسيطة يا حبايبي.
كده يا حبايب قلبي العجينه خمرت نص خمر، علشان ما تيجي تخبزيها تخمر معاكي وتعلى كده في الفرن. انما لو سبتها تخمر قوي مش هتبقى مظبوطه قوي كده. هنعمل ايه؟ هنقطع بقى ايه العجينه بتاعتنا بقى على ايه نص. شايفين يا حبايب قلبي؟ طلعت طويله عليها نحطها احنا كتير. هي حبايب قلبي حطيتها في القلب، هي ضغطت عليها بقى واسيبها لغايه ما تخمر خالص. هنا يا حبايب قلبي فتحة تيتان، جبت كرتونة وعملتها بالورق الألمونيا دي عشان احطها بقى ايه، لو انت مفيش عندك قوالب هتحطها في الصينية كده وتحط واحدة هنا وواحدة هنا. وعملتها برضو دهنتها بدقيق وسمنة برضو. عندك كرتونة بتاعت اللبن بتاعت الجبنة اي حاجة بتبقى حلوة برضو تعملي فيها، بس انا ما كانش عندي متاح الوقت. عملت فين في الصينيه بقى عشان اقسمهم بين بعض. حطيت كرتونه وعملتها بالورق الالومنيا عشان اقسم بينهم وبين بعض عشان لما يخمروا ما يلزقوش في بعض. اقفل عليها حلو كده اهوت. كده يا حبايب قلبي التست بتاعنا خمر اهو. شايفين يا حبايب قلبي؟ بسم الله ما شاء الله. هكون مولعه الفرن بقى، ولعت الفرن عشان نحطهم بقى في الفرن يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله. هحط بقى يا حبايبي، هلف بقى ايه اي ورق المونيا عندك. هتعملوه يا حبايبي تصبروا عليه شويه علشان ايه، انا لسه مطلعاه بقاله ساعتين بالظبط، المفروض ان هو يبات
علشان ايه تيجي تقطعيه يتقطع معاك بكل سهولة. كل ما يبات تيجي تطلعيه تلاقي التقطيعة بتاعته تتقطع معاكي بسرعة كده وتبقى حلوة. وكده يا حبايب قلبي، ده التوست بتاعنا اللي احنا عملناه النهارده. بسم الله ما شاء الله، طلع تحفه يا حبايب قلبي، جميل جميل جدا. بس ايه بنصحكم ان انتوا ما تيجي تعملوه تتخنوا العجينه، يعني ما ترقوهاش او عشان ما تبقاش صغيره يعني وكده. لو انت عايزه حجمها كبير، بس انا كنت عايزاه ايه حجمها يعني يكون متوسط كده، ما تكونش كبيره قوي. ودي بقى يا حبايب قلبي تحطها في التلاجة، متسيبهاش بره في كيس، ممكن تقعد لها يومين. عايزة عاملة كتير ممكن تحطها في فرن في الفريزر في اكياس، تعبيها في اكياس كده وتحطيها، بتبقى جميلة اوي. وربنا يسعدكم يا رب. ما تنسوش بقى تحطوا لايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد يا حبايب قلبي بنعمله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.